فضيحة مدوية جدا كتهز قصر المرادية، أي قصر المرادية الحاكم في الجزائر. المعلومات وكيف نشرناها في الموقع ديالنا قبل قليل فقط كتقول بأنه ومن بعد أقل من أسبوع فقط على واحد الفضيحة أخلاقية غير مسبوقة، ما نقدرش نقولها، نتوما قراوها إخواني، واللي هزات الجيش الجزائري. فتسريبات جديدة مثيرة جدا كتكشف على فضيحة جديدة أخرى من العيار الثقيل حتى هي. والمصيبة الأعظم هي أن البطلة ديال هذه الفضيحة هي زوجة جنرال جزائري كبير، جنرال معروف الكل كيعرفه، وحنا جايين للتفاصيل. المهم، الزوجة ديال هذا الجنرال الكبير، وكيف قالت المعطيات المتوفرة، فمتورطة في علاقة غير شرعية مع جنرال آخر حتى هو كيشتغل بالجيش الجزائري. كيتعلق الأمر إخواني أخواتي بزوجة الجنرال سعيد شنقريحة، وهذا الشيء حسب المعطيات المتوفرة ماشي من عندي أنا، هذا الشيء اللي روجاته مجموعة من وسائل الإعلام اليوم داخل المغرب وحتى في الجزائر أيضا. الخبر جانا من الإعلام الجزائري وماشي من الإعلام المغربي نهائيا. هذه نقطة للتوضيح لا غير. المعلومة كتقول بأن زوجة الجنرال سعيد شنقريحة، واللي هو حاليا كيتحكم وكيسيطر على كل أركان الجيش الجزائري حاليا، واللي سبق ليها كانت على علاقة غير شرعية مع الجنرال الراحل أحمد قيد صالح. وهذا الشيء دائما كنقولها ونعاودها، ماشي كلامي أنا، هذا كلام يروج في العديد من الصحف وخاصة الصحف الجزائرية. هذا الأخير اللي بالفضل ديالو تمت ترقية، يعني بفضل عشيق زوجتي حسب ما يروج، تم بالفضل ديالو ترقية سعيد شنقريحة من بعد ما عانى من واحد الفترة ديال الجمود. يعني ما كانوش مسوقين ليه، كانوا مهمشينه أو حاطينه في الكراج على طول المسيرة ديالو اللي كتمتد لحوالي 15 عام 15 عام وهو مهمش ومقصي من الترقية دائما. وحسب التسريبات إخواني أخواتي، فالجنرال شنقريحة رفض نقله من واحد المنطقة عسكرية واللي كان كيشتغل بها في تندوف لأزيد من 10 سنوات. هادشي شحال هادي، وهادشي اللي كان سبب في الكثير من الاستغراب، خصوصا وأن هذه المنطقة هي منطقة قاحلة وكتنعدم فيها الحياة تقريبا، ولا أحد في مكانه كان سيرفض التنقيل إلى منطقة أفضل. هنا كيبان بأن الأمر كيتعلق بشي قضية فيها إن شي حاجة ماشي هي هذيك، وهذا هو السبب اللي خلى الشنقريحة يرفض التنقيل ديالو. ولكن كيف كتقول المصادر دائما، هذا الغموض ما استمرش لمدة طويلة وبانت الحقيقة وتعرف السبب، أي سبب رفض شنقريحة النقل ديالو من المنطقة المذكورة، بحكم أن هذا الأخير كان على علاقة غير أخلاقية مع واحد من القيادات البارزة بالكيان الوهمي لجبهة البوليزاريو واللي كيسميوه محمد لامين البوهلي. هذا ما يروج وليس كلامي أنا نهائيا. وكتقول المصادر دائما، فملي تفضح الأمر ديال الجنرال السعيد شنقريحة دخلت الزوجة ديالو وطلبات التوسط أو الوساطة ديال المسمى نور الدين بدوي. وهذا البدوي سبق ليه كان وزير أول للجزائر في وقت سابق، هو اللي تدخل من أجل ترقية الزوج ديالها من بعد ما عانى من واحد الفترة ديال الجمود والإقصاء والتهميش في الفترة أو المسيرة العسكرية ديالو لأزيد من 15 سنة. وهذه الترقية كيف كتقول المعطيات هي التي كتبت فصولها داخل غرفة نوم الجنرال القايد صالح. هذا ما يقال وما يروج في وسائل الإعلام، أقولها دائما وأكررها. هذه التسريبات كتجي من بعد فضيحة أخرى هزات الجيش الجزائري واللي كشفات على تفشي ظاهرة غير محمودة ما بين كبار الجنرالات وضباط الجيش، واللي فضحات تورط الجنرال شنقريحة في ممارسة تعيط مع قيادات بارزة في الكيان الوهمي لجبهة البوليزاريو. هذا ما يروج وما يقال، ولست أنا صاحب الخبر. المصادر المطلعة وكيف قالت العديد من الصحف
هضرات على واحد المجموعة من حالات الاستنفار غير المسبوقة، واللي قالت بأن الجيش الجزائري كيعيش هاد الأيام من بعد ما توالات الفضائح ديال القيادات ديالو، خاصة الفضائح الأخلاقية. وكتقول بأن الجيش الجزائري الآن كيدير كل الوسائل وكل الجهد ديالو باش يتكتم على هاد الفضيحة الأخيرة عبر اختلاق أزمات جانبية لإشغال الرأي العام، يعني كيحاولوا إلهيوا الشعب الجزائري. المصادر كتقول دائما بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو حاليا منزعج بزاف ومقلق من هذه الفضيحة الجديدة، والخوف كل الخوف ديال تبون هو تنكشف وتبان ملفات فساد أخرى تقدر تقلب كل الموازين في الوقت اللي كتعرف فيه الجزائر وكتمر من واحد الأزمة غير مسبوقة، والتي وصل به الأمر إلى حد انهياره عصبيا داخل قصر المرادية. المعلومة كتقول بأن تبون ما استوعبش هادشي اللي كيسمع، وطلعت ليه الأعصاب وتصاب بحالة انهيار عصبي، وهادشي اللي خلاه يطيح وربما تهز للمستشفى، وهادشي اللي كيتستر عليه الإعلام الجزائري وما كيهضرش عليه نهائيا. المعلومة كتقول دائما أو المصادر بأن مسؤول عسكري جزائري سابق برتبة عقيد سبق ليه رفض الكشف عن الهوية ديالو، قال في شهادات صادمة بأن ظاهرة اللواط، حاشاكم إخواني، ليس وليد اليوم داخل الجيش الجزائري، وبأنها الظاهرة كترجع إلى فترة الاستقلال، وكيقول بأنها الظاهرة تفشات بزاف بين الضباط والجنود بسبب انتشار مرض الزهري بين النساء آنذاك، وهادشي اللي خلى الجنود يلجؤوا إلى ممارسة هذا الفعل بينهم تجنبا للوقوع ضحايا لهذا المرض. هذا ما يروج وما يقال. لكن الفضيحة الكبرى والأكبر واللي كشف عليها العقيد المتقاعد في الشهادة ديالو هي الفضيحة اللي وقعت أثناء حرب أمقالة، حيث خسرت الجزائر كتيبة من النخبة الخاصة بعتادها ورجالها، والسبب حسب ما يقال دائما هو انشغال القايد صالح الذي كان آنذاك برتبة عقيد، والسعيد شنقريحة اللي كان برتبة مقدم بممارسة داكشي اللي على بالكم، بينما كان الجنود في حالة استرخاء تام وفقا لما جاء في تقرير سري لأحد الجنرالات، واللي كشف أو رفض الكشف عن الهوية ديالو، واللي كيتعلق الأمر بجنرال عقيد متقاعد. التقرير كيقول دائما بأنه بينما كان الجيش المغربي يستعد للهجوم كان قائد الكتيبة العقيد القايد صالح ومعه المقدم شنقريحة يمارسان الفعل الفاحش، في حين كان الجنود في حالة استرخاء تام وعياء. كما كشفت التسريبات بأن المسؤول العسكري الجنرال شنقريحة كان على علاقة أخرى غير طبيعية مع أحد قيادات الكيان الوهمي لجبهة البوليزاري، وكيتعلق الأمر بالمسمى محمد لامين البوهالي، حيث كان يلتقي العاشقان كما قيل بإحدى الشقق الفاخرة التي كان يمتلكها شنقريحة في السر في كل مرة يريدان فيها ممارسة. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. إخواني كنقول لكم هذه المعلومات دائما أنا تابعتها منشورة في العديد من الصحف وخاصة الصحافة الجزائرية، وماشي أنا اللي كنجيبها ولا علم لي بمدى صحتها.